عالم يشتعل بالصراعات، تحالفات تتشكل في الخفاء، وقوى عظمى تتلاعب بمصائر الشعوب. في قلب هذه العاصفة تبرز الجزائر كلاعب رئيسي لا يستهان به، من الكونغو إلى باريس ومن واشنطن إلى موسكو. الأحداث تتصارع بوتيرة مذهلة، فهل نحن على أعتاب تغيير جيوستراتيجي كبير؟ وما الدور الذي ستلعبه الجزائر في هذا المشهد الملتهب؟ لنغوص في التفاصيل. تخيلوا معي هذا المشهد: سفارة فرنسا تحترق في الكونغو، والجزائر توبخ سفير فرنسا في الجزائر. فرنسا التي تحاول تحويل قضية صنصار إلى دراما إعلامية تفاجأت بقضية أكبر ضغط على المشهد في فرنسا: هجوم على سفارتها في الكونغو. ولكن ما الخيوط الخفية وراء هذا الهجوم؟ ولماذا تدعم فرنسا سرا حركة الآن 23 المتمردة في الكونغو؟ الأجوبة ستذهلكم. إفريقيا، القارة التي طالما سيطرت عليها فرنسا، تشهد الآن ثورة صامتة. دولة تلو الأخرى تلفظ النفوذ الفرنسي، ولم يبقى لباريس سوى حليف واحد غارق في الديون. ولكن الأكثر إثارة هو الحديث عن ثورة شعبية في فرنسا نفسها. نعم، الشعب الفرنسي سيثور بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فهل نشهد نهاية فرنسا في إفريقيا؟ وما دور الجزائر في هذا التحول التاريخي؟ في الوقت الذي تتخبط فيه فرنسا، تشهد العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة تقاربا استراتيجيا مذهلا بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني. تم الاتصال بين وزيري خارجية البلدين للتنسيق الجهود في شمال إفريقيا وأوروبا. ولكن ما الهدف الحقيقي من هذا التحالف؟ ولماذا تخشى فرنسا إلى هذا الحد؟ الأجوبة ستغير نظرتكم للواقع الجيوسياسي. روسيا منهكة في حربها ضد أوكرانيا، وإيران تواجه تحديات في تمويل حلفائها، وأوروبا تعاني من التضخم وتراجع السياحة. في هذا المشهد الكارثي تبحث الولايات المتحدة عن قوى مؤثرة، وتجد في الجزائر الشريك المثالي. نعم، الجزائر بسياستها البراغماتية تدرك أن العالم تغير وأنها يجب أن تلعب دورا أكبر. فهل تصبح الجزائر القوى العظمى الجديدة في إفريقيا وحوض المتوسط؟ في عالم مليء بالفوضى، تثبت الجزائر أنها قوى صاعدة لا يستهان بها، من الدفاع عن حقوق مواطنيها إلى تعزيز تحالفات استراتيجية. الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق. فهل نرى الجزائر تلعب دورا أكبر في صناعة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم؟ المستقبل يحمل مفاجآت كبيرة، والجزائر في قلب الحدث. إذا أعجبك الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا بآرائكم في التعليقات. وما هو الدور الذي تتوقعونه أن تلعبها الجزائر في المستقبل؟ وهل ستكون القوى العظمى الجديدة أم أن هناك مفاجآت أخرى تنتظرنا؟ تابعونا لمعرفة المزيد.